اهلا بيكم. النهارده عايز اتكلم معاكم كده على فكره السلكت سيميلر والفايده بتاعتها، واحنا بنشتغل على موديل قدامنا، موديل ديكور كده للمبه. ازاي ممكن نستفيد بالسلكت سيميلر اللي هو الاختصار بتاعه الشيفت جي في الشغل بتاعنا. تعال نعمل كده شيفت ايه، وهختار من المش سلندر واجي هنا اقول له سكيل شيفت زد، صغرها لي بس كده على الاكس والواي، وجي زد خلينا نرفعها لفوق، كنترول ايه ابلاي سكيل، رايت كليك شيد اوتو سموث. تعال نقرب منها كده. لو انا دلوقتي دخلت كده على الفيس مود هلاقي ان انا عندي كل الايدجز بالطول كده. انا عايز اعمل كنترول ار، عايز اعمل لوب كات وازود عدد الكاتس على قد ما اقدر كده حسب ما انا شايف، واظبط المكان بتاعهم. قبل ما اعمل اي حاجه هخش على الفيس مود واجي هنا اختار كل الفيسز دي مع الفيس اللي فوق ده، وكل الفيسز دي مع الفيس اللي تحت ده، واقول له بي. انا عايز افصلهم خالص عن الشكل ده. واجي هنا اخش على الفيسز وامسك كل الفيسز، امسك كل الفيسز اللي قدامي دي، واجي هنا اقول له كنترول تي عشان يعمل ايه؟ تراينجليت للفيسز، يقسم كل الكوادز يخليهم تراينجلز. طيب ليه بتعمل كده يا عمنا؟ اقول لك انا بعمل كده عشان انا عايز الايدجز دي، انا عايز الفيسز تلف معايا تتعوج. طيب تمام، وبعد ما عملت كده هتعمل ايه؟ هخش على الايدجز وامسك الايدج ده واقول له شيفت جي، اختار لي كل الايدجز اللي في نفس الدايركشن، اختارهم. طيب تمام، لف كده، لازم تتأكد ان كل حاجة ماشية مظبوط. هتيجي هنا تلاقي ايه؟ هتلاقي ان في عدد من الايدجز حصل له ملفش مظبوط. طيب قبل ما نمسح دول تعال نمسك الايدج ده واقول له شيفت جي واقول له اختار لي الدايركشن، اختار لي كل الايدجز دي. بس هل الايدجز دي هي الدايركشن بتاعها هم دول اللي موجودين بس ولا في غيرهم؟ لو لفيت كده عشان انا كنت جربت الموضوع ده قبل كده هتلاقي ان هم موجودين. هاجي هنا اخش شيفت زد واعمل كنترول ودي سيلكت اللي انا مش عايزهم واخلي دول بس. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه في الايدجز دي؟ انا عايز الفهم. طب هتلفهم ازاي؟ هتخش على ايدج وتيجي هنا تقول له روتيت ايدج كلوك وايز. بص كده هتلاقي ان كلهم دلوقتي لفوا، فالايدجز دي ماشيه دلوقتي زي ما انا عايز في جميع الاتجاهات. تعالى هنا مثلا لو انا دلوقتي اخترت الايدج ده وقلت له شيفت جي واختار لي كل الايدجز اللي ليها نفس الدايركشن بتاعي اللي انا مختاره، هيختار لي كل الايدجز دي. طيب اخترتها هتعمل بيها ايه؟ هقول له ديزولف اكس ديزولف ايدجز، هشيلهم واتاكد تاني شيفت زد اتاكد ان انا ماشي مظبوط وان مفيش حاجه وقع مني. طيب ايه بقى الفكره؟ انا يا سيدي دلوقتي عندي مشكله ان انا عايز اختار الايدجز دي، مش عايز اختار دول، مش عايز اختار دول، لا انا عايز اختار دول. بس دول اختارهم ازاي؟ هفضل اختارهم كده واحده واحده مش هخلص. امال اعمل ايه؟ هقول له شيفت جي واختار لي الدايركشن، هتلاقيه اختار لي دول بس. طيب ما هو انا ما اخترتهمش برضه. طب تعال نجرب حاجه تانية، تعال ناخد ده وناخد ده ونقول له شيفت جي واختار لي بالدايركشن، هيختارهم لي كلهم. طب ما انا اقول لك بقى لو هي كده هندوس كنترول والت وادوس على الايدج ده، هيختار لي كل الايدجز دي زي ما انت شايف كده داير ما يدور، صح؟ وساعتها هقول له شيفت جي واختار لي كل الدايركشن للايدجز اللي انا مختارها، اختار لي دول فعلا. طيب انت لما اخترتهم عايز تعمل بيهم ايه؟ هقول لك انا عايز اعمل بيفل، كنترول بي واعمل بيفل صغير كده، يعني زي ما تيجي معانا بقى هتشوف شكلها ممكن يكون عامل ازاي. نختار دول كده واجي هنا وانا على الفيسز واروح مدلت الفيسز دي كلها انا مش عايزها. تمام، حلو جدا. اجي هنا بعد كده اخش على الموديفاير واد جنريت وعايز احط سوليديفاي عشان يملالي المساحات دي كلها، واخش على الايزوليشن مود وابتدي امسك الايدجز دي كلها. هختار الايدج ده والايدج ده تاني، هختار الايدج ده ومعاه هختار الايدج ده وهقول له شيفت جي
اختار لي الدايركشن، هيجيب لي كل الايدجز دي. وهنا هقول له كنترول بي واعمل له بيفل كمان مره، ولكن المره دي في البيفل انا عايز اخلي الشيب كله 1 والسيجمنتس 2. واجي هنا اخرج للاوبجكت نود واخرج بره الواير فريم واخرج كمان بره الايزوليشن نود، يطلع لي الشكل بالطريقه دي. طيب ممكن هنا اجي نخش على الايزوليشن نود وارجع على الفيسز سكيل شيفت زد عشان بس يكبره لي كده شويه، واجي هنا من الايدج انا بس عايز ايه، اقفل الحته دي وليكن مثلا اف، وهنا كمان مقفول تمام. هنا عايز كمان اقفله بالاف، واجي على الفيسز وامسك الفيس ده واقول له انست اكسترود وانزله لتحت شويه، واجي عند الفيس ده واقول له انست، يعني مش عايزها بنفس الفكره قوي، واقول له ايه اكسترود لفوق كده، واجي هنا امسك الفيس ده اكس ديليت للفيس، وامسك الفيس ده اكس ديليت للفيس، وامسك كل الايدجز دي اللي فوق واللي تحت بالشكل ده، رايت كليك لوب تول بريدج عشان يديني حاجه بالمنظر ده. واجي بعد كده بقى امسك الايدجز دي، يعني مش عايز اخليها شارب قوي، بيفل، واحنا كنا عاملين الشيب بتاعه 1 وكنا عاملين سيجمنتس 2، وامسك كل الايدجز دي كنترول بي، واجي هنا عند الفيسز وابتدي ممكن اعمل تشكيل صغير، انست اكسترود يطلع لفوق، انست كمان مره اكسترود لتحت، انست اكسترود لفوق، واجي هنا عند الايدجز سوري عند الايدجز وامسك الايدجز دي كلها كنترول بي، وامسك ده وامسك ده وامسك كمان ده واقول له كنترول بي عشان اعمل له بيفل صغير كده. وممكن اجي امسك الفيسز دي والفيسز دي واقول له سكيل شويه، يبقى عندي حاجه بالشكل ده كده، واجي اقول له كنترول 1 حط سب ديفيجن موديفاير يديني حاجه شكلها كده. ممكن اخلي السب ديفيجن ده اخليه 2، واجي اخرج بره الايزوليشن مود يبقى عندي حاجه بالشكل ده كأن هي ديكوريشن ممكن احط هنا لمبه مثلا او حاجه، يعني ممكن اخليها لايتد كده. احنا اتعلمنا النهارده ازاي السلكشن مهم جدا بالنسبه لنا، ازاي القائمه بتاعت سيلكت سيميلر دي مهمه جدا، ممكن تساعدنا في شغل الموديلنج جدا، بتسرع عمليه السلكشن، فبالتالي الافكار اللي جوه دماغك ما بتتوهش، لان انت لسه تقعد تدور ازاي تعمل سيلكشن على حاجه معينه، فانت من كتر ما انت ما هتجرب كل ما هتتعود عليها اكتر واكتر. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.